بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مع الحاجة طهرة صاحبة الترند، بنقول لها كل سنة وانتم طيبين. ازيك يا حاجة طهرة؟ الله يسلمك ويعمر صحة. انت حبيتي تعملي محتوى امتى وازاي اشتغلت عليه وازاي عرفتي ان انت ترند والناس كلها بتشير الفيديوهات بتاعتك وبتوصلها لناس تانية، وناس فعلا طلعت الايام دي واشتغلت عليكي وعملت ترندات من على حسك؟ لا يا حاج، يعني بحسن نيتي انا ما كنتش عارف ان هو هيوصل كده، ولا بقعد على اي حاجه. انا من بياعتي واروح اسوق وببيع اكتر من كده، ما بفهمش حاجه الا اللي انت شفت ده. حسيتي يا حاجة طهرة ان الناس كلها بتشوفك والناس بقت عارفاكي والدنيا كلها بتسمع عن، حسيتي ان انت مبسوطة؟ الناس بتقول لي يعني الناس بتقابلك في الشارع بتقول يكلموك؟ لي انت خدت، اقعدي بقى من البياعه ده انت ما يلزمكيش، انت خدت فلوس. قلت لهم يا جماعه ما تظلمنيش. بس الفلوس ما بتجيش الوقت يا حاج. قلت لهم انا ما خدتش ولا جنيه يا جماعه، انا ما تظلمونيش. والناس بقى بتتكلم بقى. بصي يا حاجة طهر، أنا عايزة أوضح لك حاجة. الترند بيتاخد، بس مش بيتاخد في وقته، لأن بيبقى فيه حساب، فيه محفظة، فيه بيبقى لك شغل تاني، فبيبتدأ الناس اللي هو منظر وحش. جميع البلد يقول ايه ده خدت كام، ده خدت كام، ده خدت كام. ما هو بيقولك بيحسدوا الله. لا إله إلا الله. بشتغل رزق اليوم بيومها. ما هو حضرتك انت يمكن ربنا حب ان انت يعني يديكي حاجه تشتغل عليها، او لان فعل لا حاجه تشتغل عليها، يعني تبقي ترند، تبقى الناس عارفاكي. ربنا ما بيحب حد، بيحب يوصله لخلق الله كله. انا كنت بعمل قبل الدرينج دي وقبل الكلام ده، يعني لما بكون ببيع، الناس بتبيع جنب البياعين انباعوا ب20 طماطم، ببيع يعني انت حاسه ان في جواكي خير وعايزه تديه للناس عشان ربنا عطيكش؟ ايوه الحمد لله. لا انا بحسن نيتي وبسم الله عليك. والنهارده برضو انت لسه جاني وبعتلي من السوق، انا خلصت والحمد لله خلصت، ولسه الدور. ربنا يرضيكي. ما طول ما البني ادم بيشتغل جد وبيشتغل صح وبيبقى في حاجه ربنا بيحب ينشطه ويحبب في خلقه. انا دي اللي يعلم بيها ربنا تبارك الله عليا. ويمكن منك ترند يا حاجه، الناس حابين يشتروا حاجتك اول باول. لا ده قبل كده يا استاذ باشا، ده قبل كده. انا ببيع كتير واكسب قليل والحمد لله. ربنا ما بخسرنيش. ونهار الجمعه قالوا ان شاء الله ما انتش هتلم فلوسك البياعين، يعني احمد الله واشكره. ربنا رضاني اكملني ببيع رخيص. وجم يشكلوا معايا النهارده قالوا ما تنشروش. قلت لهم ما حدش له دعوه يا جماعه. الفلافل لما يكون يعني انت كنت بتبيع النهارده فلفله وطماطم مثلا؟ انا مخلصه وجايه هم متضايقين ان انت بتبيعي بسعر اقل منهم، فالناس بتلجأ لك انت وبتسيبهم. انا ببيع الفلافل النهارده ب25. انت بعتيها ب20؟ يعني لا بعت الكيلو وربع ب15. اصل انا بقى من يعني ارخص من السوق. مش عاوزه اكذب يا ست الحاج حضرتك. انا بصراحه ربنا يسامحني بقى، انا جايباها ب7 جنيه. ازاي ابيعها ب 15 جنيه؟ زعلانه وزعلانه اللي بعت الكيلو وربع. يعني الغش عامة بيبقى من التاجر مش من انا زعلانه. هم يشتموا بقى الله يسامحهم، بيشتموني كتير، بيقولوا انت اللي مخسره السوق. بس وكلهم قاعدين مترطرطين هم بحاجتهم بايره، وانا احمد الله مسكت السوق من اوله وعديت فلوس وربنا راضيني واحمد الله واشكره. طيب الفلافله اللي طالعه ب70 ديت يا سي الباشا، طب يعني الفلافله ما بتاكلش طبه ولا شطيطه. لما اصولي ابيع ب10. فقام اللي كان بيصورني قال لا بيع ب15 يا طاهره. قلت له لا طب خليها بكيلو وربع ب15. هو حب انك تبقي متوازنه بالنص، يعني ما تبقيش اقل من السوق بكتير، الناس تعرف ان فيه غش فعلا في التجاره. انا نبرت شويه بقى الكيلو وربع ب15، وقمت بايعه بكام؟ ب10. بايعه الكيلو ب10 جنيه شطه وفلفل. والطماطم زي الرمان قدامي بعتها بكام؟ التلاتة ب50 وخلصت. طب الحمد لله، لان الناس فعلا كانت بتتكلم عن غلو الطماطم الايام اللي فاتت دي. الحمد لله. وبعدين الحمد لله رضا رب. ما تعرفوش انا كشف بتلم ازاي من عند ربنا. يعني الحاجه قدامي بسيب فازع على قد ما تقدري. يعني ربنا حب يديكي من اسمك حاجه تخصك، ان انت فعلا تبقي علاقتك بالناس طاهره وعلاقه نقيه وعلاقه جميله، وده يتحسب لك والحمد لله عليه. تحبي تقولي ايه وانت الوقت بقيتي من اصحاب المحتويات وبقيتي ترند انا كده يا ست الباشا وانا ببيع رخيص وتسالي عليا؟ لا بس انت الفتره بتاعت العيد ديت اللي خلتك على مستوى الدنيا كلها ترند. ما اعرفش اللي هتطلع بدرنج كده.
فقاموا الناس قالوا لي انت خدت درينج، قلت لها درينج منين يا ولاد؟ ترند ما يعني ايه؟ بعرفش بتطلع على طول. انا ما بعرفش اقوله بقى، قلت لهم قالوا انت ما يقدركيش بيها. بس يا حاجة، الناس بتحب البساطة، وكل ما الإنسان بيبقى بسيط وبيبقى قريب لربنا بتلاقي ربنا مرضيه، وبتلاقي الدنيا كلها مرضيه. نفسك في ايه لبيتك وولادك انت حجتي؟ الحمد لله. انا باذن الله اطلع السنه دي في رمضان، ربنا يرزقنا بعمره يا رب ان شاء الله. يا اطلع رب. في الأول، لا اما في وجه النبي لا اما في الرجبيه. نروح انا وانت صحبه باذن الله. بإذن تحبي الله. تقولي ايه للناس وهم هيشوفوك الوقت وعايزين فعلا الناس تعرف يعني ايه الترند ده؟ يعني يمكن ربنا بيحبب يحبب في خلقه، فيحب عن طريقه الناس تتعرف، لان في نشر الترند ده، فيه نشر خير وفيه ناس بتنشر سيئات. فانت كان نيتك على الله. انا مسامحه اللي يشتم. هم كده، يا اما بيبقى لصالحك يا اما بيبقى لضدك. الحمد لله ربنا واقف معايا، وربنا يقف جنبك. الحمد لله. واحنا النهارده وقبل كده الحمد لله ربنا الحمد لله. كل ما ازعل وقلت بالسوق وحش وانا بعت ازاي ده كله كده يا اولاد رخيص، اجي اعد فلوس الناس الاقيها ملمومه والحسنه فوق. الحمد لله. الحمد لله. ده فضل وعدل من ربنا. احنا النهارده هم قاعدين متطوطين هم البياعين ليه؟ ولاد بلدنا ربنا يرضيك. احنا وانا مخلصها. احنا من الحاجة طهرة مدينة هي كفر الجنينة مدينة نبروه. بنقول ان الانسان طول ما هو بسيط وقريب لربنا وبيحب فعلا يعمل الخير، اكيد ربنا هيقف جنبك وهيبقى فعل الخير وياك في كل مكان تلاقيه. كان معكم الاعلامية سهير يوسف والحاجة طهرة الحلبي. الحاجة طهرة ست فاضلة ومن أعيان نبروه، وهي مش إن هي غاوية الشغل، هي بتشتغل عشان ما تبقاش قاعدة. الحمد لله. فهي دي ميزة فيها، لأن هي 75 سنة أخواتها رجال أعمال وناس تقال في البلد، وهي حابة فعلا إن هي تبقى زي أخواتها مجتهدة وبتشتغل. مش بتشتغل عشان مادة، هي بتشتغل عشان أي إنسان في الدنيا لازم يشتغل ولازم يبقى له مورد أو حياة. وإحنا النهاردة من الحاجة طهرة بنقول للمصريين كل سنة وانتم طيبين، وده مصر أم الدنيا.